أهلا أهلا، أتمنى تكونوا بخير النهاردة. بصوا بقى، نظرا للظروف الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم كله وغلاء الأسعار اللي عمال يرتفع يوم عن يوم عن يوم، فهل ده هيخلينا نبطل ناكل؟ لا، هناكل. فأنا قررت وفكرت إن أنا أعمل معاكم نفس وصفاتنا اللي احنا بنحبها وما نقدرش نستغنى عنها، بس ببدائل توفر لنا في الميزانية شوية. تعالوا نشوف وصفتنا النهاردة اللي أنا قررت أبدأها معاكم وأعملها معاكم. مين مننا ما يعرفش المسخن الفلسطيني، او ما سمعش عنه او ما جربهوش؟ النهارده هعمله معاكم ببديل رخيص شوية وهيوفر معانا في الميزانية، وطعمه كمان حقيقي تحفة جدا بجد. اللي جربه عارف، واللي هيشوف الطريقة دي هيجربه ويدوق ويقول لي رأيه ايه. يلا نشوف طريقتنا. اول حاجة هنا انا معايا 4 بصلات كبار. انا هقطعهم لجزئين بالشكل ده، وبعد كده هقطعهم لشرايح او جوانح زي ما بتسموه. انا مش عايزاها تكون تخينة ولا تكون رفيعة قوي، هو ده السمك اللي انا عايزاه بالشكل ده. طبعا هنا انا استخدمت بصل احمر، انا بحب طعمه في الاكل، ممكن تستخدمه ابيض عادي زي ما تحبوا. انا كده قطعت كمية البصل اللي معايا بالشكل ده. طبعا كل واحد حسب الكمية اللي هيعملها للمسخن، ممكن تزودوا ممكن تقللوا زي ما تحبوا. انا جبت الصينية بتاعتي اللي هعمل فيها الاكلة بتاعتي وحطيت فيها البصل بالشكل ده. بعد كده هبتدي ان انا اتبله، ومعايا هنا معلقة من الملح، ومعايا معلقة من الفلفل الاسود، ومعايا كمان معلقة بابريكا، ومعايا كمان معلقة قرفة، ومعايا كمان معلقة من الزنجبيل، ومعايا كمان نص معلقة من الحبهان او الهيل المطحون، ومعايا بقى كمان معلقتين كبار من السماق. والسماق هنا هو التتبيلة الرئيسية بتاعتي، ما اقدرش استغنى عنه. ومعايا كمان عصير من الليمون، ومعايا كمان 3 معالق كبار من دبس الرمان، وهضيف كمان حوالي 3 معالق من زيت الزيتون. طبعا اللي مش بيحب زيت الزيتون في الاكل ممكن يستخدم زيت نباتي عادي، لكن زيت الزيتون بيدي طعم حلو جدا للاكل. طبعا هتلاقوا المقادير كلها مكتوبة تحت في صندوق الوصف للي يحب يراجعها تاني. بعد كده هميكس التوابل بقى بتاعتي كلها مع البصل. انا عايزة البصل بتاعي يتشرب من التوابل اللي انا حطيتها بالشكل ده. كده تمام. بعد كده انا معايا هنا حوالي كيلو من اجنحة الدجاج. ايوه، هنعمل المسخن الفلسطيني باجنحة الدجاج، نفس الاكلة بالدجاج، بس احنا خدنا الاجنحة بتاعتها وهنا وفرنا في تمن الدجاج شوية. انا هنا غسلتهم كويس ونضفتهم، وبعد كده هضيفهم للبصل بتاعي بالشكل ده. طبعا فيكم تستخدموا اي كمية انتوا بقى عايزين تعملوها. كده تمام، انا ضفتهم. هبتدي بقى البس جوانتي وابتدي بقى ادعكهم كلهم في قلب بعض، البصل بقى بالتوابل بالاجنحة بتاعتي. طبعا اللي معاه وعايز يكلف الوصفة ممكن يستخدم اوراق الدجاج او صدور الدجاج زي ما يحب، لكن احنا قلنا احنا عايزين نبتدي ناكل نفس الاكل اللي بناكله، بس هنوفر في مقاديره شوية، او هنستخدم بدائل تكون اقل شوية في الميزانية بتاعتنا. انا كده دعكتهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده. بعد كده هبتدي اغطيهم بورقة فويل وهدخلهم على الفرن. الفرن بتاعي هيكون شغال على درجة حرارة 190 ومسخنيه قبل ما ادخله. انا كده دخلتهم الفرن. بصوا بقى البصل بتاعي نزل المية بتاعته والدجاج كمان، وكان جاهز واستوى معايا. بعد كده هوريكم بقى طريقة التقديم بتاعتي. ومن ضمن الحاجات المهمة اللي المسخن ما يستغناش عنها خالص هو خبز الصاج. طبعا بقى متوفر معانا دلوقتي في السوق، او ممكن نستخدمه نعمله في البيت وهيوفر معانا كمان. هبتدي بقى اخد البصل بتاعي بالمية اللي نزلت منه ديت، بصوا بكل حاجة فيه كده، وهبتدي ان انا اضيفه فوق الخبز بالشكل ده. هاخده كله وهضيف كمان الاجنحة بتاعتي وكل البصل. انا هاخد كل اللي في الصينية واستوى معايا بالشكل ده. بعد كده هدخلهم تحت الشواية. انا عايزة الاجنحة تاخد معايا لون والبصل يتكرمل كده اكتر معايا، والخبز كمان ياخد تحميصة كده حلوة، وطلعت معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده.
ما اقولكوش بقى ريحة السماق مع البصل مع بقية التوابل كانت عاملة ازاي اول ما طلعت من الفرن. الطعم يا جماعة كان تحفة جدا بجد، والخبز معايا كان مقرمش وطعمه كان لذيذ جدا، والوصفة حقيقي حقيقي حلوة جدا بجد. اتمنى ان انتوا تجربوها. الأجنحة معايا كانت دايبة جدا زي ما احنا ما شايفين، مع كرملة البصل بالتوابل والمزازة الحلوة اللي في السماق والليمون. كانت حلوة جدا بجد. أتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات ايه، وبالهنا والشفا مقدما للي هيجربها. وأتمنى ان انتوا تقولوا لي رأيكم في سلسلة التوفيرات اللي احنا هنعملها. واشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.